ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ في بنوتة بتقولي انا بنام 8 ساعات واحيانا اكتر، بس بصحى تعبانة وجسمي تقيل ومش قادرة اتحرك ولا حتى ليا نفس افتح موبايلي. ده مش كسل ولا خمول عادي، ده جسدك وطاقتك بيقولولك فيهم حاجة بس مش متشافة. تعالي نسمعهم مع بعض. أول حاجة، النوم مش بيشحنك لو طاقتك مش نضيفة. الطاقة السلبية اللي بتاخديها من اليوم والأخبار أو حتى من التفكير، لو ما خرجتيهمش قبل النوم هتنامي تعبانة وهتصحي تعبانة. الحل، اقفلي موبايلك بدري شوية واقرأي آيتين من سورة البقرة وآية الكرسي. تاني حاجة، عقلك شغال طول اليوم حتى وانتي نايمة. العقل الباطن شغال وبيحل المشاكل وبيفكر في الهموم، فبتصحي كأنك كنت في معركة مش نوم. الحل، اكتبي ورقة قبل النوم وقولي أنا دلوقتي هنام، وبلغت عقلي يرتاح مش يفكر. دي نية بسيطة بس فعالة جدا للعقل الباطن. تالت حاجة، الوضوء قبل النوم. نضفي روحك قبل جسمك. انتي عارفة لما تحسي ان في حاجة على قلبك، المية بتطفي التقيل ده. فلما تتوضي قبل ما تدخلي السرير كأنك بتغسلي هموم اليوم كله من على روحك. يعني الحل، نامي دايما على وضوء. رابع حاجة، النية القلبية الصافية قبل النوم. انتي مش محتاجة تبقي في حالة مثالية قبل النوم، بس محتاجة تنامي بقلب نضيف، ولو حتى متضايقة بس سامحة لنفسك ترتاحي. قولي من قلبك أنا بسامح نفسي على كل لحظة حسيت فيها إني مش كفاية، وبطلب من ربنا يبدل التقيل اللي جوايا براحة وطمأنينة. خامس حاجة، نقص فيتامينات. أحيانا الجسم محتاج شوية حديد مش بس نوم. الحل، اعملي تحاليل بسيطة وخدي بالك من جسمك ونفسك تستحق الراحة مش مجرد ساعات نوم. وأكلك قبل النوم ما يكونش تقيل أو سكر كتير، ده بيخلي الجسم يشتغل طول اليوم على الهضم بدل ما يرتاح. خلي آخر وجبة قبل النوم بساعتين.